السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل أكلة ووصفة جبارة. طبعا أكلة ايه؟ مش أكلة اسكندرانية، لا احنا اسكندرانية مية مية، بس الكهروة لا. هتشوفوا الوصفة دي فعلا أشهد لهم بيها الصراحة. الكهروة هم اللي بيعملوها، اللي هم بتوع القاهرة. بيعملوا الحواوشي ده بطريقة جميلة جدا، عملتها زي طريقتهم الصراحة، طلعت جميلة جدا جدا جدا. لا حبيناها والعيال حبوها اكتر من بتاعتنا اللي هي بالعجين، بالعيش دي احلى. ماشي، تعالوا بقى معايا كده لما نشوفوا بقى الوصفة ايه. ده نص كيلو لحمة مفرومة فيها دهن، لازم أن يكون فيها نسبة دهن. ودول يعتبر بصلتين كبار كده لان البصل غالي. هو نص كيلو لحمه عليه نص كيلو بصل، بس البصل غالي فقلنا ايه، خليهم بصلتين كده وسط. ضربناهم في الكبه وفضيناهم ايه على اللحمه اهو. تمام كده. وهنعمل بقى ايه، خرطت فلفل الوان اللي هو احمر واصفر واخضر. تمام، خرطت جميع الوان الفلفل و... وطماطميه. طماطميه وسط خرطتها برضو صغيره كده زي الفلفل. بس تعالوا هنا ايه، انت هتاخدوني في دوكا في الوصفه. تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ماشي يا حبايبي، وحشتوني قوي قوي قوي. ونحط بقى فلفل اسود، دي معلقه فلفل اسود صغيره، ونص معلقه بابريكا مدخنه جميله جدا، ونص معلقه ملح، وتدوقي برضو الملح وتظبطيه. تمام كده، وتعجني بقى ده كله ببعضه كده. والله كانت جباره. الخلطه كانت طعمها زي العسل، زيكم كده يا عسلات. و... والعيش في الفرن كان جميل 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 جدا. يعني انا عن نفسي عجبني وعيالي عجبوني قوي، حتى ابني بقى يقول لي ده جميل احلى من اللي احنا بنعمله في الفرن. طبعا احنا بنجيب العيش جاهز وبنحشيه باللحمه المفرومه ديت. هتشوفوا كل حاجه. تعالي تعالي بس يا حلوه انت وهي، حطي لايك. حطي لايك بس كده وانت بتتفرجي عشان تشوفي الوصفه الجميله دي. طبعا هي طريقه كله عارفها، بس احنا طبعا عشان الاسكندرانيه بنعمل احلى حواوشي اسكندراني طبعا، بس اللي هو بالعجين. تمام كده. بس ده بقى بالعيش اللي هو ايه، مخبوز عادي. عادي، انا جبت عيش اللي هو برده، اشتريته من الفرن. اهو عيش اللي هو برده دوت، اللي هو الاسود اللي هو برده، الاسمر ده. عايزه تعمليه من اللي هو العيش بتاع المدعم بتاع الفرن، ماشي، كوني لسه جايباه وتفتحيه. انا كان عندي العيش في الفريزر، فبصراحه قلنا ده ايه اسهل وكده، والعيال بيحبوه في الطريقه دي. طبعا جبت هنا معلقه سمنه بلدي ومعلقتين زيت، وتدهني بقى ايه الصاج كده اللي انت هتحطي فيه. والله كان عندي الجريلا ومرضيته اللي انا اعمله فيه، قلت عشان برضو في ناس ما يكونش عندهم جريلا ولا اي حاجه، يعرفوا يعملوه الصاج بتاع الفرن. ده الصاج بتاع الفرن موجود عند اي حد، تقدري اللي انت تعمليه، وسهل جدا. وما خدش مني وقت ولا اي حاجه، والله نص ساعه وكان كل ده خلصان، لان هم دورين في الفرن. وده ما بياخدش سوا اصلا، مسافه 5 دقايق يعني، دقيقتين 3 بتلاقيه خلاص اتشمع من فوق ومن تحت، بتقلبيه بيبقى زي الفل. جربوها والله وسهله. وتاخديه بقى عشاء، تاخديه غدا، بيبقى جميله قوي. حد جالك فجأة وما عندكش اكل، تطلعي نص كيلو لحمه من التلاجة وتعمليه بسرعه. سهله جدا ومش مكلفه في اي حاجه الصراحه. تمام كده حبايبي. يلا كل سنه وانتم طيبين بقى بقدوم مولد النبوي الشريف، اعاده الله عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه بخير يا رب. وكل سنه وكل امه محمد بخير يا رب يا رب. ربنا يقدم لكم كل اللي فيه الخير يا حبايبي، ويجعل ايامكم كلها فرح وهنا، ويشفي كل مريض، وما يزعل حد ابدا 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 في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي يا حبايبي. قولوا بقى كلكم امين كده، وادعوا لي دعوه حلوه، وحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه بيتفرج وما اشتركش في القناه اشترك في القناه. ماشي. بحبكم يا اغلى متابعين على قلبي والله، انتوا حبايبي. بصوا بقى، انا بديت اللي انا ايه، اول ما جبنا العيش من الفرن فتحناه كده، اللي هو بتقصيه بالمقص كده نصه، والنص التاني بتسيبيه مقفول. تمام كده، يا دوبك بس ايه الفتحه اللي هتعرفي تدخلي منها اللحمه. وبديت بقى اللي انا ايه، احشي الرغيف بقى بالكميه اللي انت عايزاها. انا بصراحه يعني ايه، هو كده معقول لحمه، ولا مكتره ولا مقلله، كده كان معقول وحلو قوي. تمام كده. ابتديت اهوت اللي انا حشيته، وحطيت في الصاج دهنه بالفرشه كده، وبرده بالرغيف من فوق ومن تحت بدهن وشه. هو بالفرشه كده بس بتعوصي بالزيت وتمام كده.
وبرده هقول لكم يا حبايبي ان انا حطيته على الرف من تحت خالص على الصاج بتاع الفرن. حطيته يا دوبك مفيش دقيقتين، قمت مقلبه الرغيف قلبه الناحيه التانية و... وخد برضو وش كده ومهديه عليه النار. يعني درجه الحراره كانت 200، اللي فرنها عالي، انا فرني عالي فكان 200 220، اللي فرنها واطي تخليه اعلى حاجه. تمام كده حبايبي. يلا بقى مستنياكم تقولوا لي جربتوه ولا لا، مين اللي عمله ومين اللي لسه ما جربهوش، واللي لسه ما جربوش يا ريت يجربوا، والله جميل جدا. احسن بصي ما هتروحي تجيبي دقيق وتعجني في البيت. انا الصراحه عاملاه على القناه عندي، اللي انا جايبه عجين وعجناه وانا اللي خبزاه من الف للياء، الحواوشي الاسكندراني. اللي ما شافش الفيديو بتاعي يخش يشوفه هيلاقيه على القناه عندي. تمام كده. بس ده العيال حبوا ان هم يجربوه وطلعت تجربه جميله قوي. حلو سهل في نفس الوقت، وكمان طعمه حلو قوي قوي. اهو بصي بتدهني من فوق ومن تحت، وبتدخليه بقى ايه الفرن ياخد وش من هنا ووش من هنا وخلاص. اللحمه طبعا ما بتاخدش حاجه، اللحمه المفرومه يا دوبك بتتشمع لون وبتبقى استوت. بصوا اهو الصاج بياخد عندي 4، وما شاء الله الرغيف رغيف حلو، يعني مش اللي هو صغير ولا الكلام دوت، لا. هندخلوه بقى الفرن ونشوفه هيبقى شكله ايه. طبعا انا عملت هنا الاربعه اللي كانوا التانيين الباقيين، وقلت لما الصاج يخلص احط مكانه، اطلع ده واحط ده، وسبتهم. صلوا على النبي كده حبايبي وما تسرحوش واستغفروا كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى مسحت بقى الترابيزه، وبرده لو في مواعين غسلتها قلت ايه امشي نفسي كده. ما هو انت ما تقفيش برده على الحاجه، لا، لو في حاجه وانت واقفه كده اعمليها علشان لما تطلعي من المطبخ يبقى ايه الدنيا زي الفل. بصوا بقى العيش باللحمه طالع تحفه والله يا بنات، والله يا ريتكم شامين ريحته ولا تدوقوا طعمه، يستاهل بقكم فعلا زي الفل وطلع زي العسل. طبعا جبت الصاج هنا دهنت برضو بالفرشه، بصي يا دوبك بتدهني بالفرشه بس كده، وحطيت العيش وبديت ان انا ادهن برضو من وشه. ما خدش اي وقت والله، يمكن انا بادئه 6 6 ونص كان خلصان، 6 ونص و5 كان خلصان، والله ما خد اي حاجه. لان العيال كانوا مش عايزين ياكلوا بقى طول النهار، فقالوا لي لما ناكل هنقول لك اعملي. فعملناه وخدنا منه فاض والله، وكان زي العسل. تدهني بقى من فوق ومن تحت كده وتدخليه بقى هنا. بس طبعا هنا انا اتصبت، جات لي مصابه، كنت مصابه صبعي اتلسع من الصاج دوت وفقفق بقى، لا وكانت صعبه صعبه يا بنات والله. بسجل لكم الفيديو وعامله دايره بيضه كده مفقفقه في ايدي. ما قدرتش بقى، طلعته بالعافيه وكملت معاكم الفيديو بالعافيه، بس ما قدرتش بقى ولا اغسل حاجه. بنتي هي اللي غسلت بقى الصاج وغسلت بقيه الحاجات ديت، ربنا يخليها، لان كانت ايدي خلاص بقى مش قادره. اهو بصوا احمرت بقى، نص العقله دي كلها احمرت وفقفقت بقى، عملت بياض كده. ربنا يستر بس ما تعبيش ميه تحتيها، انا ما حطيتش ميه. انا عندي الميبو دوت بحطه على طول على اي حرق او اي حاجه، بيهديه بصراحه، هدهولي يعني مسافه ساعه كان صبعي هدى. بس عارفين بقى دلوقتي حاسه ان هو في تنميله كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان هو جت على قد كده، ما ايدي كلها ما اتعملتش. الحمد لله ان هو الصباع ده. يلا الحمد لله. هو ما فيش اكل بيجي بالساهل، لازم كده تتعبي وتتلسعي في الاكل اللي انت هتقعدي تاكليها الحمد لله. بصوا بقى منظر العيش والله جميل، وعلى فكره مش ناشف، ده طري خالص. تفكروش ان هو ناشف كده، لا، طري والله وجميل ومقرمش كده، وتحسي ان هو طري من جوه ومقرمش من بره. لا تحفه الصراحه، عجبنا عن كل مره. شكرا 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 لبتوع الكهروه اللي هم الكهرويين. يلا احنا بنجرب برضو اكلات بعض وجميله برضو. بصوا بقى ماسكه المقص، بصوا غصب عني مش عارفه اتكه بيه، بصوا ماسكاه ازاي، مش عارفه اقطع ولا عارفه اعمل حاجه من صبعي. بصوا عماله بمسك بطراطيف صوابعي التانية عشان حاطه هنا المرهم على ايدي فمش قادره. بس بصوا طالع نار وسخن. بصوا بقول لكم ان هو طري طري وجميل والله وزي العسل. والفلفل الالوان دوت عاطيله منظر كده وعاطيله طعم جميل. اتمنى ان انتوا تجربوه. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد مني يا حبايب قلبي. وانتوا مزعليني قوي 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 في المشاهدات واللايكات.
جبنا بقى هنا زيتون وخيار وطماطم، برضو قلنا ايه جنب الحواوشي كده، هو الحواوشي بيحب زيتون وطماطم وزيتون وطماطم وخيار. وطبعا اللي عايز طحينه، بس هم عيالي قالوا لي مش عايزين طحينه. ماشي كده، بصوا زي العسل. اتمنى بقى ان هو ايه يعجبكم، ويكون الفيديو حلو، ولايكات، وادعوا لي دعوه حلوه.